أفضل واحد، تنادينا تلاقينا مسمية الكل في واحد. في عز ما تكون الدنيا واخدة الواحد، تنادينا تلاقينا مسمية الكل في واحد. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان، ويعدي بيكي على بكرة غير الشجعان. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان، ويعدي بيكي على بكرة غير الشجعان. لحظة من عمر الأوطان محتاجة سفينتها الربان، يا مصر يا أول إنسان عرف البطولة وخلتها قدامنا لسه عبر تاني. أحلام كتيرة عجباني، دي بلدنا مش عايزة أماني، عايزاكي في حنان أولادها. يا مصر يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان، ويعدي بيكي على بكرة غير الشجعان. كل واحد فينا عنده حلم يتمنى يحققه. صحيح مش كلنا ممكن نحقق حلمنا وهدفنا، لكن اكيد بنحاول نشتغل عليه كويس جدا. كمان مقومات النجاح بتختلف من شخص لاخر، وعشان كده ضيفي وضيفكم بيشارك في صناعة حلم، بيساعد على تحقيقه بالطرق السليمة والصحيحة. قاسي بعض الوقت، لاذع في بعض تقييماته، لكن كان معتاد مبتسم في كل تقديمه للمعلومة. معانا ومعكم الإعلامي المتميز حسام الدين الأمير. أهلا وسهلا بحضرتك. بلاش متميز. متميز جدا. أنا عايزة حضرتك تعرف نفسك للجمهور من وجهة نظر حضرتك. يعني أنا خادم في بلاط صاحبة الجلالة. لا أكتر شوية. مفيش أسمى من فكرة الكلمة، والناس لازم تعرف إنه الكلمة أمانة. كلمة صاحبة الجلالة هي بالفعل. الوسط الصحفي والوسط الإعلامي هو بالفعل كلنا لو فكرنا ندي الكلام ده بشكل كويس أكيد هنقدر. طبعا أنا محتاج إنه أنت عايزة تتطرقي السيرة الذاتية يعني السيرة الذاتية متاحة للجميع على كل مواقع التواصل الاجتماعي، لكن أنا اسمي حسام الدين الأمير زي ما عدد كبير جدا من حضراتكم يعرف. أنا زي ما قلت لحضراتكم أنا أؤكد على إن أنا خادم في بلاط صاحبة الجلالة، وبتشرف إن أنا بنتمي لواحدة من المؤسسات الإعلامية الكبرى والمحترمة اللي قدرت إن هي تثقل فيا المهارات بشكل كبير. خريج إعلام، ماجستير إعلام، سفير الشباب، واخد أكثر الشخصيات الشبابية تأثيرا في مصر والوطن العربي في 2016. كمان أخذت دكتوراه فخرية من الجامعة العربية والاتحاد الإماراتي. بس يعني ده ممكن سريعا أقدر إن أنا أتحدث فيه. طيب حضرتك كنت تتمنى تكون مذيع واعلامي ولا ده جه صدفه ولا تنسيق ولا؟ خلي بالك انا بابا مكسوف قوي كده. لا بجد؟ لا بالفعل كنت بتمنى ده، وكنت في الصحافه المدرسيه وفي الاذاعه المدرسيه وماسك جامعه الخطابه يعني كنت رمضان مبروك ابو العالمين حموده يعني. طيب بما ان ده حلم حضرتك من وانت صغير، ايه هي الصعاب اللي واجهتك والمشاكل في فترة بداياتك لحد ما حضرتك وصلت لحد كده؟ طيب بصوا، فكرة انه انتوا اكثر حظا مننا. انا واحد طلعت ما كانش فيه غير 3-4 جرايد في السوق عشان
كانش فيه غير جورنال النبأ وجريده الاسبوع، وما كانش يمكن مش فاكر التاني جرايد، وكانت الجرايد القوميه، وكانت الجرايد القوميه. والجرايد القوميه انت ما كنتيش بتلاقي فرصه ان انت تخرجي فيها. ما كانش في حاجه اسمها انترنت ومواقع تواصل اجتماعي، وما كانش في حاجه اسمها مواقع اخباريه الكترونيه، فانتوا اكثر حظا مننا. الواحد النهارده بيشوف شباب صغير لما انا كنت في سنهم، لقي ان الشباب عدى مراحل كتيره جدا في المساله. انا عايز اقول لك ان انا كنت من الصعيد وانتقلت حياتي بالكامل من الصعيد، بدايه من الثانويه العامه لغايه يعني هنا في القاهره. ولا الواحد تعب كتير جدا عشان خاطر انه يعمل حاجه، لان انت في النهايه النهارده تقدري بطرق كتير جدا. النهارده كام قناه موجوده؟ انت ما كانش عندي غير الاولى والثانيه، وكان من الساعه 4 للساعه 6، وبالليل تلاقوا الشاشه الالوان اللي طلعت وخلاص على كده، مفيش اكتر من كده تقدري تشتغل عليها. ما اعتقدش ان حضرتك تكون موجود معانا وما نتكلمش عن الاعلام. هل حضرتك تعتقد ان وسائل الاعلام تؤثر في الافراد وفي المجتمع؟ بس وسائل الاعلام المفروض تؤثر في نفسها الاول، تؤثر في تصحيح الصوره الذهنيه عما تقدمه للخارج، واذا نجحت في ده هتقدر ان هي تاثر في المجتمع، وتقدر ان هي تاثر في نفوس الناس. السبب بسيط جدا، التلفزيون هو جوه كل بيت، لكن الاشكاليه الاكبر انا بختارها. الاشكاليه الاكبر من ده كمان انا بقدر اتعلم ايه، والاشكاليه الاكبر من ده وده انا بخرب، واحيانا بفكر ان انا بصلح. يعني اكم من برامج توك شو، اكم من برامج، حتى البرامج اللي بيقدمها غير متخصصين. يعني النهارده برامج دينيه كلنا كنا بنشوف فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي، بعد ما توفى فضيله الشيخ الجليل محمد متولي الشعراوي اصبحنا امام لقب داعيه. اي حد دلوقتي بيطلع يقول اي حاجه، اي حد خد دبلومه في اي شيء يطلع يقول اي شيء، اي حد بيتكلم في كل حاجه، كله بيتكلم في الاعلام الرياضي، كله بيتكلم في الاعلام الديني، كله بيتكلم في الاعلام التنموي، كله بيتكلم في اعلام المراه، واصبحنا امام تمييز في المجتمع. برنامج يقول لك نفسنا، وبرنامج يقول لك قعده رجاله، وبرنامج يقول لك قعده ستات، وبرنامج الستات ما يعرفوش يكتبوا، وبرنامج الراجل مش عارف ايه. فكره التمييز في المجتمع احنا اللي خلقناها. طب بمعنى اصح، هل تعتقد ان وسائل الاعلام تؤثر في الافراد والمجتمع بشكل عام، لكن في سلوك الاشخاص بشكل خاص؟ لا، بتؤثر في سلوك الاشخاص، لان النهارده حضرتك بتقدم لي مدمن، بتقدم لي تاجر مخدرات وهو راجل عظيم في المجتمع. بتقدم لي يعني ده بيستعمل أهم لكثير جدا من المشاهير المنتظرة. كمان حضرتك بتشارك في صناعة منصات سينمائي تقدر تقول للناس مجموعة مقومات النجاح والفشل في بداية أو أثناء الطريق من الإعلام. علاقة في المجال. الناس كلها بتسمعني هم مرويين من